أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجنا في الصميم. دايما في الصميم بنحاول نعرض لحضراتكم كل الآراء والقضايا اللي بتشغل بال المواطن المصري، كل كمان التحديات اللي بتواجه مصر في هذه المرحلة. دائما في الصميم نأمل أن نقدم لحضراتكم الحقيقة. على فكرة احنا كل المشاهد اللي كانت في الفصل اللي احنا عرضناه لحضراتكم هي دي مصر، يعني هي دي مصر العالم، وهي دي مصر الرياضة، وهي دي مصر الجيش، هي دي مصر الشارع البسيط، هي دي مصر المواطن البسيط، هي دي مصر الإرهاب، هي دي مصر الثورات، هي دي كل ده موجود في حياتنا الآن، ويبقى أن يعي المواطن حجم الخطر اللي بيهدد مصر، واللي احنا محتاجين ان هو يتم تقديمه سواء من خلال المواطنين او من خلال الحكومة علشان نقدر ان احنا نحل مشاكلنا، وبالتالي يبقى في نهضة حقيقية في البلاد. بمناسبة على يعني ان احنا بنقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وهنفضل نتكلم ونقول ان الاعلام المصري بشكل كبير جدا او الاعلام بشكل عام هو عليه عبء تنمية العقول، وعليه عبء التنوير، وعليه عبء ان هو يعلم الناس بالحقيقة، وعليه عبء ان هو يربي اجيال، وعليه عبء ان هو يخلي روح الانتماء والوطنية في قلوب وعقول المشاهدين، وعليه عبء كبير جدا جدا انه يعرض الحقيقة، وعليه عبء كبير جدا جدا انه هو يتحدث فيما يشغل بال المواطن وهمومه، ويتحدث ايضا من اجل ان يكون هناك دفعة وتنمية وتقدم داخل المجتمع. ولما بنيجي نسأل نفسنا هو ده حال إعلامنا؟ أكيد بنقول لأ. وهفكر حضراتكم بحلقة قبل كده عدت وعرضنا فيها مشاهد مش من الإعلام المصري فقط، ولكن من الإعلام العربي بشكل عام، اللي جزء كبير منه دلوقتي مشاكلنا كلنا كوطن عربي. خلونا نشوف وأرجع لحضراتكم مرة تانية. طيب دقيقة بالله عليك. وفي هذه الحالة ليس هناك أنسب من سلاح الأرض جو الذي يملكه كل فرد: الحذاء. أما السلاح السريع والموجود تحت الطلب فهو كأس الماء الذي يستخدم رشا وزجاجا. تحتاج إلى تطهير، وأنت بحاجة إلى تطهير على الهواء مباشرة. واحد مثلك الاحتياج للتطهير على الهواء مباشرة، وفكرة ان احنا بنلقي الاتهامات، وفكرة ان احنا بقينا نتبادل الشتائم ونتبادل الضرب على الهواء، ليس هذا هو دور الإعلام. عمر هديد ان الصعيد كله بيتبرأ منه، لانه اتكلم يالا عدل يالا، اتكلم بأدب، لو سمحت اتكلم بأدب يا ولد، لو سمحت اذا مش هحمي اتكلم بأدب يا ولد، اذا مش هحمي المتحدث محترم اجي لو سمحت اتكلم بأدب يا ولد، لو سمحت يا بيه على مهلك، لا انت يا فلان دي مش عليا انا، اتكلم بأدب يا ولد، اتكلم بأدب يا ولد، اهو انت اتعلم الأدب. وهكذا تدار الحوارات والنقاش على دائرة النقاش في برامج على القنوات الفضائية. يعني لو سمحتوا طيب خد بقى الهوريك. لا انت اللي بدأت. شاكر انت اللي شاكر يا اخوان، انت اللي بدأت. لا ويتطور الأمر لتكسير الاستوديو وتكسير يعني موائد الحوار كما شاهدنا في التقرير. انت بتتكلم يا سياده العميد، انت قاعد على الكرسي. انا ما قريت العميد في اي مؤتمر. سياده العميد ما قريت حتى في حزب الثوره، حتى حزب الثوره. وليس لأننا في الإعلام الرسمي لا ننتقد أنفسنا، ما شاهدناه كان على شاشة التلفزيون المصري، وإليكم كوميديا الإعلام المصري.
لان انتم انا اتخميت فيكم بصراحه، اتخميت فيكم. وقاعد عمال اقول انتم اقدم شعب في الارض وانتم اعظم شعب في الارض. طلعت ان انا ما بفهمش. انا حمار. انا بقول لكم على الهوا اهو، انا حمار. ده كان جزء من حلقة قبل كده كنا بنتكلم فيها أيضا عما يحدث على شاشات التلفزيون، وإزاي ممكن إن احنا نقدم للمواطن وهو قاعد كده في بيته بيتفرج، المفروض إن هو يتقدم له معلومة أو رأي محترم، لكن بنكتشف إن احنا في النهاية بنقدم أشياء أساسا يعني خارجة عن نطاق العقل، استمرارا لنفس المشهد واستمرارا للإصرار على أن يكون ده حال إعلامنا، واستمرار على ان احنا نشغل المواطنين في جدل لا فائدة منه، واستمرار على ان احنا مصممين ان احنا نهدر الوقت ونهدر العقول ونربي اجيال غلط. وده حال اعلامنا اللي احنا لسه مستمرين عليه الى الان، وحال شاشاتنا اللي كل يوم المواطن يقعد من الساعه 6 للساعه 12 او بعد كده كمان علشان يسمع جدل دائر في قضايا لا تسمن ولا تغني من جوع. لا بتقول للمواطن انت هتاكل ازاي، ولا بتقول للمواطن انت هتتحسن المرور ازاي، ولا بتقول له انت هتتوظف ازاي، ولا هتعين ابنك ازاي، ولا هتاكل ولادك ازاي، ولا هتخرج لبيتك امن وترجع امن ازاي، ولا هتنشئ اجيال، ولا مصر هتتقدم، ولا عندنا مشروعات، ولا أي حاجة من اهتمامات المواطن اللي هي الأساسية مش الرفاهية. احنا بقى تعدينا الأساس وتعدينا الرفاهية وبقينا بنتكلم في جدل سخيف. آخر حاجة شاهدناها على شاشاتنا، خليني أعرض لحضراتكم جزء منها اللي أنا مش عارفة هو إيه فايدة إن احنا نقنن المواد المخدرة أو ما نقننهاش، هتهدر وقت ولا مش هتهدرها، وإيه العمق أساسا في نقاش مثل هذه القضايا على شاشاتنا. خلونا نشوف. حضرتك في لجنة الإصلاح التشريعي اللي بتتمثل وبرئوسها المهندس إبراهيم محلب خلال الفترة اللي فاتت، هو المقترح اللي احنا رفعناه هو بيتناقش بالفعل. يعني انتوا رفعتوا بالفعل مقترحا قدمتوه للمهندس ابراهيم محلب رئيس لجنة الإصلاح التشريعي بالظبط كده، وبيرقصها المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة. احنا في دول حوالينا كتيرة. لا قدمتوا المقترح بإيه؟ ان احنا نحاول يعني نعمل دراسة هل تقنين وضعه في مصر هل هيفيد الدولة ولا حل هيضرها. ممكن نقفل بس التليفونات تحت امر حضرتك. فقدمنا اقتراحات هل تقنينه او وضعه في مصر هل الدولة هتستفاد منه او لا، لان هو بالفعل هي تجارة قائمة الدولة ما بتستفادش منها بشيء. لما عملنا مجموعة أبحاث أو إن إحنا حاولنا ندور على الأرقام الصحيحة للموضوع، تبين لنا إنه حجم التداول في السوق المصري لعقار الحشيش ما يقرب من 40 ل 42 مليار جنيه في السنة. من 40 ل 42 مليار جنيه في السنة، ودي كلها طرق غير شرعية. جبت ده منين الإحصائية دي؟ بناء عن تقارير رسمية تصدر من الأمم المتحدة، ولو حضرتك عايز تطلع عليها موجودة معانا على فلاشة لو حضرتك عايز تعرضها للمشاهدين. قول لي ملخص يعني. وفي نفس الوقت بعض الصحف العربية وبعض الصحف الدولية اللي بتتكلم في التقارير الخاصة بالإدمان أو بعقار الحشيش بصفة خاصة. الانتخابات البرلمانية وإن احنا يبقى عندنا استحقاق ثالث، وهتسيب ازاي توفر الاكل والشرب والملبس للمواطن، وهتسيب ازاي ان انا احل مشكله المرور، وهتسيب ان انا احل مشكله المحليات داخل المحافظات، وهتسيب ان انا عندي قوانين واصلاحات تشريعيه هامه جدا لابد من العمل على اتمامها، وهتسيب مشروع قناه السويس الجديده، وهتسيب كمان المشروعات، وهتسيب الاتفاقيات المفروض انها تنفذ على ارض الواقع اللي صدرت بعد المؤتمر الاقتصادي واليات التنفيذ. عملنا مؤتمر زي الفل والناس جت وكان هناك يعني حاجه تفرح كل المصريين. ازاي بقى اطبق على ارض الواقع؟ هنسيب ده كله وهنقعد نقول اصل احنا عندنا تجاره مش عايزين نقننها علشان تعود بالربح على الحكومه المصريه. اهدار
للوقت واهدار للحديث بشكل غير عادي. النماذج دي موجوده عندنا، بس مش معنى ان هي موجوده ان انا اعبر عنها بهذا الوقت وبهذا الكم وبهذا الجدل بقى اللي دار بعد الحلقه وفي وقت الحلقه، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي او ما بين الناس وبعضها. هو احنا بنلهي الناس؟ هو ده الغرض؟ انا مش شايفه لها غرض تاني غير او هدف تاني غير الهاء الناس عن الواقع اللي احنا بنعيشه فيه. ولو هو الهاء الناس يبقى احنا غلطنا على مدار سنين طويله فاتت ان احنا لهينا الناس، وكانت النتيجه اللي حصلت يوم 25 يناير واللي ما كانش حد هيتوقعها. وعلشان اكمل مع حضراتكم حلقتنا النهارده، خليني اقول لكم ان احنا كمان المشهد مش في مصر بس، المشهد على المنطقة العربية كلها. هناك العديد من الأحداث بتحدث في المنطقة العربية، بتحدث في ليبيا، بتحدث في اليمن، بتحدث في سوريا، بتحدث في العراق، في تونس، في مصر، أحداث كثيرة في السعودية. كل ده هنحاول ان احنا نتكلم عنه النهاردة من خلال لقائنا مع ضيفي اللي مشرفني داخل الاستوديو، دكتور مروان يونس، مستشار التخطيط السياسي. انتظروني بعد الفاصل. عودة لحضراتكم مرة أخرى، واسمحوا لي أرحب بضيفي داخل الاستوديو دكتور مروان يونس، مستشار التخطيط السياسي. أهلا بحضرتك معنا يا دكتور. دكتور، خليني عايزة الأول كده من حضرتك توصيف كده للمشهد اللي احنا فيه. ربما يمكن أبدأ بالمشهد الإعلامي اللي كنا بنتكلم فيه في الفاصل. هو للأسف احنا يعني زي ما تقولي الحركة الإعلامية في مصر عاملة زي ما تكون في الحصة الفاضية، عارفة لما تكون في مدرسة والدنيا حصة فاضية كده، أو تربية رياضية أو ألعاب أو ايا كانت. بس والله دي ليها فايده، كان ليها فايده. المهم كميه الفوضى في كل شيء لا معقوله. اللي يمسك قضايا زي الحشيش ويهتم بيها جدا وتلاقيه يرد المستشار زي مش عارف ايه وسياده الدكتور الفلاني يرد، الكلام ده كله عمليه تغييب مستمره للناس. في لحظه انت محتاج اول حاجه تعلم، تبني، توعي بكثافه شديده جدا. انت سبتك من القصه دي وتحول الاعلام كله الاعلام اصفر. انت عاوز انت تعمل ايه؟ انا عاوز الاعلانات. طب حط ايه جوه البرنامج؟ حط اي حاجه. طب يا جماعه لو احنا ما عندناش وطن هجيب اعلانات منين؟ لو ما عندناش اقتصاد، المعلن ده اللي بيعلن عن ايا كان المنتج بتاعه اللي جاي لك يشغل لك البرنامج، فين الناس؟ مش هتجي لك. يا جماعه في قضيه وطنيه دلوقتي ما فيش، كل الناس سايباها من الموضوع واي كلام بيتقال في اي حته. وحتى للاسف نوعيه، مع احترامي الكامل لزملائنا، نوعيه الضيوف حتى مفيش مراجعه للمعلومه، يعني مفيش حد، كل واحد عارف اللي بيحصل في مصر وجوه وبره وفي الاقتصاد وفي السياسه. كل واحد له مصادره، ما يقولكش مثلا ده رايي، كل الناس يقول لك لا ده هو ده اللي هيحصل. يا عم ايه يا جماعه الكلام ده؟ عالمين ببواطن مفيش حاجه كده في الدنيا. ده انت عاوز تبقى سياسي وباحث وبتاع، وكمان بتضرب الودع كمان عشان تعرف المستقبل. وانا بشوف التلفزيون يعني او شاشاتنا دلوقتي بفتكر جمله يعني الفنان الكبير عادل امام لما قال هو نابليون بونابرت ساب الحمله وساب العساكر وساب الحرب وقعد يمضي على اطباق. هو ده حل عالمنا يعني والله. وفي دور للاعلام مهم، حضرتك برضو اشرت اليه حاجه في بالغه الاهميه. الاعلام دلوقتي احنا عندنا للاسف الاصلاح في التعليم ما ظهرش لسه، فالاعلام بيعلم زي ما حضرتك قلتي، الاعلام بيوعي، الاعلام شغال كمان مجالس نيابيه. فيا جماعه احنا الاداه الوحيده حاليا القادره لنفرض، اصل احنا مش كلنا ملايكه. في ممكن رئيس حي وحش، ممكن وزير عمل حاجه غلط، رئيس شركه قبض عمل مشكله، ده وارد، مش حاجه طبيعيه، مش سبه في تاريخ مصر يعني. حتى الاعلام دلوقتي عليه دور تاني، ان هو بيلعب مكان المجالس الرقابيه والتشريعيه، بيلعب دور التوعيه مكان المدرسه. انت معاك الاداء اللي للاسف احنا كمجتمع مش لاقيين غير هنكلم بعضينا منها. فيا ريت الاهتمام بالوقت الثمين ده، ونحاول نعلم الناس حاجه مهمه، او حتى لو في خطر على الناس نوعيهم ان الامر ده خطر. انما الهيصه دي، الحصه الفاضيه دي، حاجه مؤذيه جدا للمستقبل. والله احنا يعني بنتمنى اصلاح الامور. خليني ارجع بقى للمشهد العربي. نعم. عايزه كده نحط اكثر من ورقه ونتحدث عنها. نبدا بايه؟ والله نبدا، ممكن لو تحب نبدا من الشرق للغرب بقى، نبدا من روسيا، ايران، يا ريت، اردن، سعوديه، ايوه نجيب كده لحد تونس لغايه تونس. هو اقول لحضرتك حاجه، هو مشهد كان متوقع، محاوله خلخله الخليج، ده كان امر متوقع من بعد يناير على طول. صح. كان الناس كلها متوقعه خلخله الخليج، وكانت السؤال ازاي؟ يعني كلنا كنا بنفكر
الخطه بتاعه التفكيك، خطه التفكيك دي على فكره مش جديده، امريكا فككت اوروبا قبل كده وتفكك دول كتير. يعني قصه اوروبا ان كل الدول سابتها من بعض ورجعت دول عرقيه، يعني حتى ما نشوف الشكل الاوروبي كل عرق راح لمم نفسه في دوله اللي هي كانت من القرون الوسطى وقال لك انا هرجع الدوله بتاعتي. كل القصه دي ان هم بيحاولوا يبنوا حاجه اسمها النظام العالمي الجديد اللي هو ذو الحكومه الواحده والاراده الوحيده بتاعت امريكا، وكلنا ولايات، ما تبقاش الولايات الامريكيه حاجه و50 ولايه، تبقى الولايات الامريكيه العالم كله. طيب احنا معرضين لهذا السيناريو، ماذا يحدث الان؟ دخل الربيع العربي ان هم يفككوا من خلاله ويقسموا لك طوائف، يحطوا لك دول دينيه. اول ما يبقى خطاب ديني متطرف عنيف تبدا الناس الثانيه تاخد خط رجعه وتبدا تحاول تاخد مواجهه لهذا الخطاب، بيبدا ده يتسلح وده يتسلح ويتفكك. حصل كده سوريا، العراق طبعا من قبل كده حصل القصص دي. مصر وقفت في القصه دي مما ادى لتغيير ناعم في تونس. فمصر وقفت في قصه التفكيك، فانت بتحاولي تفككي، فمصر ابتدت تلم تاني وقفت ضد الخطه. طب هو هيعمل ايه بقى؟ الولايات المتحده الامريكيه بدا يشتغل بكروته كامله دلوقتي في المنطقه من اول ايران الى مصر الى تونس، ان هو يحاول يغير السيناريو. انا كنت هعمل لك سيناريو ديني يبدا المشكله من السنه الى الشيعه، خلينا نعكس يا سيدي، انتوا السنه مسكتوا نفسكم، نبدا من الشيعه الى السنه. ده التغيير، بس زي ما بنقول بالبلدي كده احمد زي الحاج احمد. فبدا لك الفوضى دلوقتي بدات في العراق. يعني مثلا ناخد من اول روسيا كانت داخله بتحاول في المنطقه، بتحاول تاخد دور في الفتره اللي فاتت انها تجني مكاسب شخصيه، عشان بس ما نديش الامور اكبر من حجمها، مش عشان الاخلاق العامه والفضيله والانسانيه، وكان بيجني مكاسب شخصيه. عنده مشكله في اوكرانيا كبرى، ان كان المينا الدونستيك بتاعتهم الاساسيه حاطين الاسطول بتاعها فيها، واوكرانيا عاوز تروح معها اوروبا وتقول لروسيا رجعت سوفونيك، وده ما كانوش هيقبلوا بيه. فبدات تضغط من دخولها للمنطقه وبدات تخش كلاعب رئيسي في ما هو بعد الربيع العربي وما سمي بالربيع العربي. تيجي بعد كده ايران، بعد كده نخش على موضوع ايران. فدخلت روسيا انها تدعم مصر شويه، تخش تدعم دوله شويه، تقف شويه مع بشار. بالذات روسيا انا مش فاهمه موقفها، حتى موقفها الاخير الخاص ب يعني انها بترفض قرار مجلس التعاون الخليجي بشان اليمن، حتى دي انا مش فاهمه طبيعه، يعني هي العلاقات معقده بهذا الشكل؟ معقده بهذا الشكل لان الموقف الاقليمي بتاعنا كل موقف تقرير لوحده تلاقي دول مع بعض ضد دول ثانيه في الراي السياسي. فهم حاولوا يستفيدوا الاستفاده القصوى في هذا الامر، وحاولوا يخشوا انهم وقفوا جنب مصر فتره من الفترات في مجلس الامن وما شابه، وحبوا يمارسوا نفس الدور في حته ثانيه، نظرا لان هم ربما يعني كانوا بيفكروا ان هو يقف جنب مصر ويبقى مصر تبع روسيا ويسيب سوريا الى المصير المظلم اللي هي رايحه ناحيته بعد كده. فدخل كلاعب رئيسي ان هو يحاول يبقى ليه كروت سياسيه يضغط عشان كل القصه دي يحل مشكله اوكرانيا. هو ما يهموش قوي في الربيع العربي غير الحفاظ على اوكرانيا والمينا بتاعت سوريا ان هو مسيطر عليها، ويبقى ليه دور سياسي بس في الحته بتاعت سوريا والكلام ده. طيب انت دلوقتي روسيا حاولت تعمل بعض المكاسب، ومع بدايه الضرب في اليمن حصل تم تحييد روسيا من قوات التحالف ان رفعوا سعر البرميل البترول، لان كان من اقوى العقوبات اللي حصلت على روسيا ان برميل البترول نزل الى 40 دولار، هم بيكلفهم 58، فكانوا بيصدروا حسب عقودهم بيدفع على كل برميل رايح اوروبا 18 دولار من الخزانه الروسيه. فراحوا رافعين لهم البرميل ان هو يطلع بره اللعب، بحيث ان روسيا ما تدعمش الشيعه وقصص زي كده وتطلع بره اللعب. تم تحييد ايران بقى، وده اللغز الاكبر والاهم، وهو اللي هو مقاول الفوضى الجديد في المنطقه. امريكا اعلنت يعني ضمنيا ان احنا يا جماعه مش هو ايران، يعني مش زي ما انتم متخيلين كده ان احنا اعداء ولا حاجه، دي عداوه صوريه. امريكا والنظام الايراني عاوزين نفتكر نشأته. اول لما نشأ الخميني واقتنص الثوره الايرانيه، مين اللي وقف معاه تماما؟ الولايات المتحده. مين اللي اعلن معارضيه ارهابيين؟ ما هو كان راجل مسلح الخميني. حركه مجاهدي خلق وامل متسلحين هم كمان. صح. عشان نثبت حكم الخميني اعلنت امل وخلق ارهابيين لغايه 2008. يعني شوف حضرتك، عشان اضمن لهذا النظام الاستقرار ويبقى راسخ داخل الارض. صح. ضارب عرقه داخل الارض. النهارده شفنا ايه اللي حصل بقى. روسيا وامريكا بيتفقوا ومش عارف ايه وكلام زي كده، والدنيا بقت كويسه مع اسرائيل، وهيبدا يضغط من خلال روسيا يشعل لك المنطقه في حرب طائفيه. فايران بدات تاخد دور حلم كبير. يلا ايران بقى وماله، انت خش بقى بالهلال الشيعي وافتح وبتاع ومسيركم تخشوا وتبقوا انتوا اللي بتحكموا السعوديه ومش عارف ايه. قال لك دي حاجه جميله قوي، فكره الحرب الدينيه دي نصدرها عند الشعب عندنا واحنا كحكومه نستفيد. ودخلت ايران معاكي المعركه انها تدعم الحوثيين بشكل مباشر.
حزب الله ايران خلاص المثلث ده اتضح تماما. في النص بشار بقى والشله بتاعته بيتباعوا دلوقتي للاسف يعني، فهم مش عارفين مع مين. خلينا نتكلم ده هو بيتلعب الكوره بس احنا مش عارفين هي الكوره فين. صح. طب خليني مع السعوديه، هو مش عارف نفسه يعمل هو مش عارف يعمل ايه. فابتدى يشعلوا من ناحيه الحوثيين دول، يبداوا يعملوا لك الفوضى دي، وحصل التحالف وبدانا نشتغل. طب ماذا عن تركيا؟ دي برضو احنا خلينا الشرق الغرب، دي اتنست شويه في الفتره دي مع ان ليها دور مؤثر. تركيا بالظبط ابتدت تاخد يعني اقول لك ايه بمنتهى الاسف يعني مثل اعلى اسرائيل. عارفه اسرائيل دلوقتي بتعمل ايه؟ هي شايفه ان مصيبه بتحصل في مكان ما تروح واقفه جنب المصيبه تاخد اي حاجه مكسب، وتخلي مكسبها الاكبر ان المصيبه تعم مع الكل. فايران اردوغان دلوقتي شويه مع السعوديه، شويه راح لك مع طهران مزود التجاره 15 مليار دولار. بيحاول يستفيد من الوضع باي ما يمكن بمنتهى الاسف. يعني هو الفوضى بالنسبه له، هو متخيل برضه للاسف عشان عنده احلام استعماريه قديمه يعني ان هم هيضربوا في بعض بقى ايران والسعوديه، ومش عارف مش هتبقى غير تركيا، واحنا ايه مهيمنين على الوضع ده كله والدنيا تبقى زي الفل معانا ما دام اسرائيل وامريكا يعني احنا واقفين نتفرج لحد ما الدنيا كلها تقع بالظبط. تضربوا في بعض، يخش ايران ولا يهمك، ويروح رايح السعوديه يخش يا عم ولا يهمك. هو عاوز بيشعل انهيار. وهو برضه متخيل ان بعد ما يحصل تفكيك اللي هو هيضحك على امريكا بقى ويقول لهم بصوا الدويلات دي تابعه، انا القوه الوحيده اللي هو متصور ذلك يعني. بس هو مصيره مؤسف مع الاكراد قادم يعني أكيد. لا محاله. للاسف بقى احنا بقى اتحطينا قدام حرب جبريه. الحوثيين بياخدوا اليمن حته بحته، وبعد كده يروحوا لو اتسابوا هياخدوا اليمن بالكامل. يقول لك احنا خلاص دوله تحكمها، احنا الحوثيين بنحكم الدوله، يلا ايران يلا يا جماعه سلحونا ويعملوا لنا دوله هناك. فانت خلقتي بقى سيطره شيعيه. اوريدي جم هم في اريتريا، وكمان حطيتيهم على الناحيه الثانيه من باب المندب، عملتي خط نار على قناه السويس، كردون على قناه السويس. فانت عندك 2 لاعبين رئيسيين موافقين على خطه امريكا للفوضى، تركيا ايران، يعتقدوا ان هم كل واحد هيكسبها بالحرب في يوم من الايام، والتاني هيكسبها اما الناس تموت بعض. ظهور اللاعب الجديد مصر ده لازال هو رمانة الميزان. دخلنا السعوديه بقت في اضطرار تحارب، ده راحت داخله مصر معاها. قالت لها احنا هحميكي في هذه الحرب اللي انت حرب امن قومي ليكي وليا على فكره عشان نبقى واضحين. احنا مصيرنا مشترك، هنقف في هذه المعركه سويا. المعركه بقى التحركات الدوليه للاسف في معركه بهذا الحجم بقت يوميه. يعني الموقف الايراني يومي، الموقف التركي يومي، الموقف الامريكي يومي. وابتدى الخطاب الامريكي يحسسنا ان ربما الحرب تبقى اصعب شويه مما نتخيل. قصه كامب ديفيد وتعالوا يا جماعه نتكلم. الجزئيه دي كمان بالتحديد، يعني كامب ديفيد يعني جديده في هذا التوقيت، وبوجود اسرائيل وبوجود ايران، والاثنين الطرفين يعني مش هو كامب ديفيد جاب مين يقعد معاه؟ عاوز يجيب مين؟ قادة الخليج، صح كده؟ صح. بس هو عاوز يجيبهم بعد ما يخلصوا الكروت كلها، معهمش كروت عشان يسمعوا الكلام وينفذوا. واهم حاجه يسمعوها سيبك من مصر، وقف الضربه دي واحنا هنمشي لك الحوثيين. قول لي ايران الو ايوه طهران شيلوا الحوثيين من هنا شويه، يعني يبقى التفاوض في كامب ديفيد على مصر بلا كروت الاول. وملف مصر مطروح بقوه ان انتوا يا جماعه انقذتوا مصر لمده 3-4 سنين، صح. كفايه كده سيبوهم من مصيرهم، اللي هو المصير اللي هو يتمنى لينا تفكيك برضو داخلي او اضعاف شامل. يعني هو قصه انه يقسم مصر مش في باله غير سينا حلايب وشلاتين، كل سنه وانت طيب، ما عندوش احلام ابعد من ذلك حاليا يعني. تمام. وسيبوا لنا السيناريو المصري بقى، الملف المصري بقى رجع لحضن امريكا من اول وجديد، وسيبونا نتحكم فيه 100%. فاحنا انا والله يمكن من الناس اللي مش متشائمه، انا عندي امل كبير في الدوله وفي ربنا وفي كل حاجه. احنا الخليج لابد يتعامل بحرفيه مع قبل كامب ديفيد اللي انت رايح. ان احنا دلوقتي تركيا بتسحب لورا باكستان، البرلمان النهارده قال ما فيش عساكر نازلين بتاع. طيب احنا دلوقتي عاوزين ايه؟ التفاوض في سياسيا وانت في اعلى نقطه، واخده بال حضرتك؟ افرض امر واقع سريع ثم تفاوض لهذا الامر الواقع، ما تسيبش الموضوع يلا انا محارب الى الابد. ما هو ربما تدفعك الناس للدخول على الارض في يوم من الايام، وبعد كده كله يرفع ايدك مش داخلين ومالناش دعوه. تلاقي السعوديه لوحدها بتحارب في جبال وعره مع قبائل مسلحه، من اول طفل عنده 10 سنين بيضرب نار للسيده للمش عارف ايه، امر مش موضوعي. فانا ربما يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي ربنا كرمنا ان هو رجل خلفيه مخابراتيه بمنتهى الامانه في اللحظه الفارقه اللي احنا فيها، فيملك المعلومات والقرار احسن مما هنقول ب100 مره. بس المشهد العام وخطاب اوباما غريب قوي، اللي يقول لك ايه مشكله الخليج الشعوب انها غضبانه. ايه الشعوب غضبانه ايه؟ هل انت بتكلم الكويت؟ لان في الكويت في شيعه كتير يعملوا ثوره يا جماعه، بس مش ممكن ثوره حريه، ممكن اعملها عشان الدين. يلا بحرين قوموا يا جماعه شويه. صح.
اتعب السعوديه بقى في البحرين ودرع الخليج بقى، شغلوا على البحرين، ما في قوه اسمها درع الخليج كمان، دخلوا بحرين ودخلوا الكويت ودخلوا مش عارف ايه، ينتهي بخلخله السعوديه. المنطقه عندنا الدعمتين مصر السعوديه، عشان بس نبقى واضحين ان سيبنا بقى من الفرعيات بعد سقوط العراق المدوي، وبعد للاسف العراق دي لو جت تاني بقى ده اسمها العراق نتمنى من ربنا، وسوريا انتهى الجيش بتاعها بقى مصر والسعوديه. هو رجل تتكسر الثانيه تقع، كسر مصر دي تقع، كسر. فهو مشهد خطير جدا في منتهى الخطوره، يمكن من الايام القليله ان الواحد لازم الاعلام يبدا يفهم الناس عمق المشكله اللي احنا فيها. بس حضرتك يعني مش يعني هو المؤكد ان ممكن يكون الوقوع او الانجرار لعدم فقط، ولا ممكن تكون اي حته تانية؟ لا، ربما معركه مصر هم عاوزين يجروا الجيش المصري خارج ارضه. انا ما اعتقدش ابدا ان هم على بالسذاجه الكافيه ان يقرروا يعملوا حرب مع مصر على ارض سيناء او على ارض السلوم او على حدود السودان، لان يعني رضوا ام لم يرضوا احنا شعب كبير. صح. احنا عندنا التعبئه العامه لو اتكلمنا على حرب عصابات انت ممكن تعبي جيش 5 مليون. صح. وده حاجه خياليه يعني. صح. لو بنتكلم بقى يلا حرب عصابات، تعالوا يا جماعه اللي مجندين كل واحد خد كلاشينكوف وحرب عصابات بحرب عصابات انت هتدمر فيها. فمش ممكن يلعبك في الحته، عاوز يجرك لحرب بره. في الاول عاوز يجرك عند العراق، قصه داعش وما داعش وانت رفضت التحالف العسكري وقتها. بالظبط، واحنا طلعنا منها بذكاء ومش عارف ايه، فقال لك داعش مش جايبه نتيجه قوي وعلى الهاله الاعلاميه اكبر. ده الدوري العراقي بيتلعب على فكره يعني. قصه داعش هي مسيطره على بعض الاماكن وكله. جه قال لك العب الحسين ودخل السعوديه بقى، مش انت مش عارف تخلخل الرجل دي السكه، خش لي على الرجل الثانيه، اضربه في رجله الشمال او رجله اليمين ايا كانت، يعني الرجل الاخرى اشتغل واضرب فيها. فاللعبه يعني انا اقول لحضرتك حاجه، انا يمكن من الناس اللي ارى ربما تعادل حالي وانتصار لاحق. انا ارى الحل ربما نوصل لحاله تثبيت للموقف، ده انتصار، تثبيت للموقف على الارض حتى. خد بالك لا يتمدد الحوثيين، ده مهم جدا عدم تمددهم. صح. والدخول في مفاوضات سياسيه لان هم جزء من الشعب اليمني عشان بس واضحين يعني، مش هيقدر يمشيهم كلهم الشيعة من هناك. هو اساسا ما هو الخليج، خلينا نكون واضحين، هم لما قامت عاصفه الحزم كانت بغرض ان ينتهي الامر لطاوله الحوار والتفاوض. بالظبط كده. بس الخطير اللي انا شايفه يعني بنتكلم على تحليل بقى وكلام زي كده، تحويل الحرب من حرب مصالح مع الوقت الحرب دينيه، وده الخطر الاكبر. اتمنى السعوديه ما تقعش فيه بكثافه، لان تحويله للحرب دينيه انت عندك شيعة او نعم عدد قليل عدد كبير، ومع الشيعة شويه الناس اللي عاوزه تحرر، ما اكيد يعني كل الشعوب. هو ده ممكن نسويه مثلا بفكره ورقه الفتنه الطائفيه الخاصه بالمسيحيين والمسلمين. الله ينور عليك. يعني احنا بس المفروض ان الدول دي تنتبه، لان حتى السعوديه وحتى مصر احنا وكل الدول اللي فيها سنه وشيعة هم متعايشين ومتزوجين من بعض وفي علاقه نسب وغيره وصداقه. يعني انت مثلا لو الناس اللي مع ايران كانوا اللي هناك لا دين لهم ولا سنه ولا شيعة ولا اي حاجه، مجموعه لا دينيه، هل انت كنت هتحولها لحرب دينيه؟ الحروب مصالح، ما فيش يعني داعش ما اسمهم سنه. صح. احنا بيهددوا امننا قومي هنضرب داعش نبيدهم، ملهاش دعوه بقى اصل انت خلفيتك مسلم مسيحي انت بلا دين يهودي. اي حد هيجي على مصالحك لكده ده مهم. انما تغذيه الكلام ده يعني بتتكلمي على الاعلام والكلام زي كده، في برضه الاعلام الالكتروني والجرايد والحاجات دي، نوعيه الامر مش جيده جدا ان انت تفضل تغذي هذا الامر. انا مش خايف سنه وشيعة في مصر، انا ما عنديش شيعة يعني مثلا يعني بنتكلم دول غير موجودين. صح. مصر قعد فيها الفاطميين 300 سنه ما عرفوش يخلوا 3000 دلوقتي يعني 3000 دول رجاله وستات واطفال. صح. يعني ما عنديش انا الخوف من كده، بس ما خوف على السعوديه والسعوديه خاف على نفسها من موضوع طيفانه الحرب. صح. هي دي اللي امريكا عاوزاها، عشان بعد شويه الشيعة يجوا كده والسنه يجوا كده والليبراليين يجوا كده والاشتراكيين يجوا كده، يلا يا جماعه اعملوا بقى ايه مجتمعاتكم. 10 سنين خدوا فيدراليه 20 سنه زي ما العراق النهارده. اللي قسم العراق النهارده مش داعش، الدستور العراقي. عشان نبقى بس واضحين، يقولوا هنعمل لكم دستور بقى طيفانه زي بتاع لبنان. انت ليك بقى مصر الجديده واسكندريه ومش عارف ايه، وانت ليك كذا، وبعد شويه غصب عن الناس بتعيش معاها الناس اللي شبهها. صح. 10 15 سنه يلا اتخانقوا تاني، اتقسمت لوحدها، يلا كل واحد دوله وكده. اتمنى الخليج ما يقعش في الفخ الاول اللي هو طيفانه الصراع وتديين الصراع. انا ضد هذا الامر تماما، ده حرب مصالح وهناخدها ايا كان الدين اللي قصادنا ايه، مالناش دعوه. الخطا الاخر، انا اتمنى برضو ما يقعوش ورا فخ امريكي جديد في كامب ديفيد، ان انتم ما عندكوش كروت تفاوض، خلاص انا بابا امريكا اللي هقف معاكم، دبوا وانزلوا على الارض. نزولوا على الارض حاليا غير مجدي
لان الوضع جوه انا مش عارف مين مع مين. صح. بس واضحين. احنا فعلا علي عبد الله صالح مع مين والهادي مع مين، اللي دول لا يحصل علينا كماشة في يوم من الايام نلاقيهم كلهم توحدوا وخلاص قررنا نعمل دستور اطلعوا انتوا ويحصل مشكله كبرى. انا اتمنى عدم الخوض في المعركه على الارض، المعركه على الطاوله السياسيه حاليا. سليم. وانت عامل غطاء جوي مناسب ومصر عامله دورها في خليج باب المندب بمنتهى الحرفيه. اللي انا اتمناه سامي الاعلام المصري ليه بتؤجج المشاعر في امور بتحفز الناس لحرب ضروري، رغم ان انا ربما احارب بعد كده احسن. يعني مش اللحظه الفارقه دي، ممكن احارب لحظه بعد كده. انا عاوز اطلع من المأزق. انا عندي تركيا بمنتهى الامانه ياخدها الاخوان المسلمين وانا لا ثقه فيهم. عندي ايران دوله الملالي حلم حياتها اللي هي بتعمله دلوقتي ان كلنا بقى نبقى شيعه. والاخوان بقى ليهم دور دلوقتي، يعني في يقظه كده في الدور ظهرت، موجودين اللي على الارض في اليمن حزب اسمه التحالف مش عارف ايه بتاعهم ده، اللي هو فكره طب انتوا هتموتوا بعض وفي الاخر هذا الحزب هو اللي هيمسك. بالظبط. يقول لك ايه انا برع الحوار واتمنى مش عارف ايه يا جماعه ده برع الحوار ده الراجل ده مستنيها تخرب عشان هو اللي يسوق الجميع. صح. انما لو اضطرتوني اعمل كفر لداعش والقاعده ممكن اجيبهم مقاتلين معايا. فالاخوان على الارض هناك برضو امر مشبوه جدا حركه الاخوان. فاتمنى كامب ديفيد تبقى حلقه سياسيه اولى لحل النزاع اليمني على الاقل لمده 50 سنه قدام. اول ما اتحل النزاع اليمني مصر والسعوديه تكامل اقتصادي وحربي وكل حاجه، طلعت القوى الاقليميه اللي هتعمل اتزان مع زي ما تقولي ايه اللي هم مستنيين الفرصه او عبده مشتاق ان هو يبقى قائد للمنطقه سواء تركيا وايران. تونس طبعا دي حقل التجارب الامريكي. يعني هم راحوا قالوا لك طب الاخوان والتيارات الدينيه ما عرفتش تسيطر وتذبح وتقطع وبتاع، خلاص اعملوا لهم عداله وتنميه. فهناك بيعملوا ايه في تونس؟ بيعملوا ولاده حزب العداله والتنميه التركي بس في الدول العربيه. صح. بيعملوا لهم النموذج ده. يجي الرئيس والحكومه الخليه المدنيه نتكلم عليها تحكم شويه، يطلع الحزب ده يعارضها يفشلها ثم ياخد هو الحكم بعد ذلك. صح. في تونس حقل التجارب بمنتهى الاسف لامريكا. وبعد كده لو نفعت القصه دي هيروح مصدر لك بقى في البرلمان القادم او في نص الفتره الجايه دي تلاقي الاخوان اللي زعلانين والاخوان اللي ما بيحبوش الاخوان. الجو ده عشان يخلق المسلسلات والمسرحيات اللي احنا بنقع فيها كده من بعض الناس هتطلع ومع شويه خطاب ديني من النص المتطرف، واحنا احنا بنرعى الامور دي، يروحوا داخلين لك بقى بتلاقي لك فجاه حزب متاخون وفلوس بالهبل معاه ويخشوا لك من الجزء ده. فللاسف والله اقول لك حاجه، يمكن لحظات فارقه في تاريخ مصر وكل واحد بيقول كلمه اليومين دول هيكتبها التاريخ ومحسوبه عليه طول عمره. احنا كلنا ثقه بس في الجيش المصري، في القياده المصريه، في الرئيس المصري. كل ما نملكه الا تقديم النصائح عندما نرى امر غريب، ربما كلمه حد يسمعها يرى ان وارد نبص على السيناريو ده بوجهه النظر الاخرى. يعني قبل ما عايزه اتكلم عن الوضع الداخلي في مصر واللي انا خايفه ان احنا ننساه، يعني في وسط الاحداث الكبيره دي فخايفه ان انا انساه. بس قبل ما هتكلم عنه انا عايزه بس اتكلم عن فكره طهران والتصريحات اللي بتطلع من طهران الان والخاصه بالاتفاقيات ما بينها وما بين امريكا. يمكن التصريحات بتقول لا ان احنا في ايران خايفين ان احنا ننجر لتفاصيل وان الشيطان يكمن في التفاصيل وبالتالي احنا بيتلعب بينا. كان هناك ايضا تصريح لاوباما بالامس اعتقد ان هو بيقول ان في خلال 13 سنه نشاط ايران النووي سينحصر بما لا يمكنها بناء على الاتفاقات ان يكون هناك اسلحه نوويه. هذه التصريحات المتناقضه ان ايران تقول لا انا لسه ما، واوباما يقول كذا، واسرائيل لما تروح وتذهب وتتحدث بنفسها في قلب امريكا وتقول، يعني اللعبه الثلاث دول. هو اقول لك حاجه، السلاح النووي او ايران ذات المفاعلات النوويه وذات قدره على تخصيب يورانيوم، اي نعم بغض النظر عن القدره لغايه قد ايه يعني، ده دخول في نادي اجتماعي دولي بيديكي خطوه لقدام. يعني الدول النوويه والتي تنتج نووي وتخصب يورانيوم ما بتقعدش في الحته اللي فيها الدول العاديه. صح. دي ليها حته برستيج كده او مميزه. فايران عاوزه تتميز بهذا الامر. ربما العالم كله ادرك ان استخدام النووي دمار شامل. سواء باكستان والهند ده يروح ضارب لك تجربه هنا وده. الكلام ده عرفوا ان قنبله قصاد قنبله، حلف ده قصاد حلف ده، الكره الارضيه انتهت. ليه؟ النهارده الاسلحه الرؤوس النوويه في العالم تخلص على الكره الارضيه كامله متر 11 مره. فما يعني
الجو ان انا اضرب خلص والغلطه خلاص اساسا بالظبط كده. فبقت موضوع برستيج ان انا دوله ذات اراده عليا لاني دوله نوويه. فايران عاوزه تحسس شعبها والعالم ان انا في مصاف بقى دلوقتي زي باكستان، زي الهند، زي فرنسا، زي اسرائيل، زي الكلام زي كده. المفاوضات بقى امريكا وايران والقصه زي كده. هو اللي فضح اوباما في الاول تشاك هاجر وزير الدفاع ده كان بيشتغل ايه في الكونجرس؟ كان اللوبير بتاع ايران اللي هو في امريكا في الهاوس وكده في مجلس الشعب والشورى مش عيب يبقى في شركه لوبي بتدفع لها اجر بتلوبي القضيه معينه. فهو كان المستاجر من ايران وزير الدفاع 8 سنين. وحتى ما في مره عقوبات على ايران من 400 حاجه و60 نائب 2 قالوا لا كان هو منهم. فكانت يعني حاجه مزعجه جدا. بس خلاص اتكشف الوش بقى احنا مع ايران وعجبنا الدوله الدينيه وبنرتبكم للعالم الجديد اللي شغالين عليه 200 سنه. اسرائيل في النص برضو زي ما بقول لك عاوزه تعمل زي تركيا. فبقول لكم بقوا شبه بعض قوي. يلا يا جماعه خبطوا في بعض وناخد لي اي حاجه من هنا. طب اديني حته هنا. طب سيبوني على المستوطنات. انما برضو اسرائيل دلوقتي خايفه تخش لاعب رئيسي. يعني اسرائيل نفسها. طب هو التعاون ما بين ايران وامريكا بهذا الشكل هيضر بالمصالح الاسرائيليه ولا هي جزء لتكمله هذه المصالح؟ هو كان ممكن يتعاون عكسيا. لو كان الاخوان قعدوا في مصر يتعاون معانا يقعد يجننا كده ومرسي الله يعني يديم سجنه الى الابد. كان يسخنوا مع الناس الدقون الكبيره دي. يلا يا جماعه نحارب الشيعه وهي وبتاع ونرقص نوايا. وكان يسخننا احنا. كان ممكن تلاقيها جت بالمشقلب وشويه اعلام للاسف وقنوات دينيه تروح مسخنه لك الشعب. فهو قرر لعبه من ناحيه ايران. احنا بقى لازالت مصر. اقول لك حاجه يمكن الواحد ما يرجع للتاريخ دايما مصر ايه اللي في الحاله اللي هو لا يمكن تطلع من المؤامره دايما بتطلع من المؤامره منتصره وهي فرض ارادتها على مدار التاريخ. ما تعرفيش ازاي يعني مصر بلا دوله وبلا رئيس وبلا ملك غلبت التتار اللي هو كانوا كسروا اوروبا كلها. مصر بلا اي حاجه عملت كل حاجه. فيمكن هم مش مصر هو النموذج اللي مش عارف يحل شفرته. لان اول حاجه شعب ذو حضاره، تاني حاجه الدوله الوطنيه الوحيده في المنطقه مع كامل احترام لاخواتنا. يعني دوله بجد. انت في دوله وفي وزاره وفي مجلس شعب ان شاء الله هيبقى في يوم من الايام ان شاء الله. وفي وزارات وفي بتاع وفي انتماء لدوله. يعني انا مش منتمي مثلا المصريين الليبراليين السنه. لا انا منتمي لمصر. المسيحي مش منتمي للكنيسه اللي مش عارف. لا انا منتمي لمصر. في دوله وطنيه بيواجهها. هو كان متخيل ان الجو ان احنا شعب متدين ده يلا يا جماعه الدين وبتاع طب يلا نموت بعض. الوحيدين اللي بلعوا الطعم كانوا الشباب المغرر بيهم بتاع الاخوان والسلفيين والمجموعات اللي تحولت لارهابيين دول حاليا يعني. فاللعبه بتكبر. بس الحل بقى ايه الايام الجايه؟ احنا بنتكلم على شهر حلول. لازم والحل من الخليج. يعني شوفي اقول لحضرتك حاجه. احنا لا يمكن نتخلى عن باب المندب، لا يمكن نتخلى عن السعوديه، لا يمكن نتخلى عن قضيه الوطن العربي. دي الثوابت عندنا. صح كده؟ صح. احنا عاوزين نتمنى من السعوديه خليكوا على الخط معانا. يعني خليكوا اوعوا حد يضحك عليك ويقول لكم خلاص جمد الوضع وسيبك من مصر شويه تقول طب انا هعدي. مش هينفع نعدي الا سوا. يعني ولا مصر هتعدي يعني نعدي كلنا يا هنرجع كلنا ولا انت هتعرف تعدي لوحدك. فاحنا خلاص كده نعدي سوا ما نعديش سوا. حل واعتقد هو ده اللي كان بيحاول الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو يقوله ويعمله على مدار الايام اللي فاتت. اللي هو انا عايز اقول ان احنا كلنا مع بعض. يا هنمشي كلنا مع بعض. حتى لما راح في لقاءاته في الكويت وقال لهم يعني احمدوا ربنا ان انتوا ما عندكوش ارهاب واحمدوا ودافعوا عن بلادكم. زي ما يكون كان بيوجه رسائل معينه ان هو يقول لهم رسالته للكويت ورسالتي للكويت ربنا معاكم. لان الدخول للخليج من الكويت خلي بال حضرتك يعني. مش من السعوديه قوي. الكويت الاول وبعدين البحرين وبعد كده يبدا يولع الباقي. يمكن الامارات تبقى اخر المطاف. بس احنا نتمنى من اهل الكويت الثبات على ان في دوله اسمها الكويت خلاص لازم تفضل ورا دوله الكويت. قصه يلا يا جماعه هنطيفن وهنعمل ومش عارف ايه. لا شيعه الكويت حتى الكويت جوه الشيعه عشان مش عيب يعني. يا جماعه في دوله ما تجركوش الصراعات الطائفيه دي كانت بتاعه القرون الوسطى. عيب قوي احنا نرجع نخسرها في صراع ديني. يا سيدي حارب حرب مصالح زي الدول المحترمه الكبيره ما بتحارب في يوم من الايام عشان الخليج ايه عشان مصالح ايه عشان الغاز فين. انما احنا عيب جدا نحارب حروب القرون الوسطى فنقتلوا الكفار ومش ايه يا جماعه الكلام ده. سبت ايه لداعش؟ يعني سواء انت كنت شيعه ولا سنه ولا كنت ايه سبت ايه لداعش لو انت هتدخل لي في مود الحروب الوسطى ومحاكم التفتيش والتطهير العرقي. ده الانسانيه تخطط الحروب دي بسنوات ب100 سنه. الاستخدام المتكرر من الرئيس اوباما لفكره الاسلام المتطرف. جمله الاسلام المتطرف اللي دايما بيقولها والمفروض شيوخنا وعلمائنا يطلعوا له احنا ما عندناش الاسلام ما هوش متطرف.
وما ينفعش يبقى متطرف. ما سمعناش حد قال كده. هو بص اقول لحضرتك حاجه، للاسف اي واحد عاوز يعمل جريمه في العالم، من اول اللي عاوز يسرق محفظه واحد عاوز يشرع عن هذا الامر، عشان انا ظروفي، عشان انا غلبان، عشان انا مش عارف ايه، فهم عاوزين يشرعينه القتل والتدمير، فيقول لك ده اصل ده كلام الهي، ربنا اللي قال لنا احنا نقتل. ده بالنسبه للناس التانيه. احنا اللي صدرنا، ما خلينا نقول بمنتهى الصراحه، احنا اللي قعدنا نصدر فكره الدوله الدينيه، ان احنا دوله ذات شكل مدني انما دوله دينيه. فهم ابتدوا يصدروا لناسهم هذا الخطاب. احنا اللي سيبنا 40 سنه خطاب متطرف بيطلع من التلفزيونات عندنا، بنجني ثماره النهارده. ان احنا لما بنيجي نفتح اي حوار على امر ديني بتلاقي نص الحوار قبل ما نتكلم في المفردات بتاعته تلاقي التكفير وادواته. احنا محتاجين واقول لك حاجه، الرئيس السيسي في منتهى الذكاء ما قالك تنقيه الخطاب الديني، ما قالكيش اصلاح الخطاب الديني، ما سهل كنا بنقول اصلاح، قالك تنقيه الخطاب الديني من نقط التفجير اللي موجوده، اللي كل الناس بتراجع، كل الناس بتجتهد، كل الناس على مدار العالم بتحسن. احنا عاوزين ديننا يبقى دين السماحه فعلا. يا جماعه يا ازهر اتحرك، حسن شويه، فلان يتكلم، شيل الالغام دي. هو دلوقتي قاعد عاوز يصنفك دينيا، هو مصر يصنفك دينيا، ولقى ان انت قصه ثوره وثوار وضد مش جايبه نتيجه قوي كويس. قال لك خلاص مشيها دين. السنه العلمانيين، بعد شويه هتلاقي السنه اللي مش عارف ايه. أيوة. السنه اللي ما هي انقسامات بقى، كل قسم بقى فيه انقسامات. يلا يا جماعه حاربوا بعض، وبعد كده قسموا بعض، وبعد كده بقى هو يتولى بقى اداره المنطقه بالكامل. طب خلينا نبص للوضع الداخلي شويه، لان انا شايفه ان هو كمان بجد هنبدا شويه هيفقد الحصه الفاضيه هيفقد يعني اهميته. احنا عندنا انتخابات برلمانيه وعندنا حوار مجتمعي بدأ بداية طيبة، ولكنه في النص كده بدأ يبقى فيه كما عهدنا دائما الأحزاب يعني السياسية في مصر. والله أنا الحوار المجتمعي احنا أهم حاجة أنا من الناس أنصار ده، وكتبتها مش سر يعني بدل مرة مليون، إن لابد من استكمال المؤسسة الثالثة اللي هو البرلمان. احنا عندنا الحوار المجتمعي ده حصل ما بين إيه؟ حد مش مذاكر الحلول، يعني ده الإحساس العام اللي يجيلك، حد ما عندوش حل قوي، مع ناس جاية تطلع في التلفزيون بمنتهى الأمان. يعني كل الناس اللي قعدوا 100% دول محدش فيهم قدم اقتراح غير موضوع انشاء، واننا نرى ان يكون الدوائر متناسبه مع المواطنين اللي مش عارف ايه، كلام في المطلق، وعاوز يجي الحضور جلسه الحوار المجتمعي اللي مش عارف ايه، فده جاي يعمل اي كلام. وللاسف سيد الوزير او وزير العداله الانتقاليه من تصريحاتهم الاثنين انتوا ما عندكوش اجنده، فطبيعي يحصل خناقه. لا طب ثانيه واحده، ده حكم المحكمه الدستوريه لما طلع قال ان العوار في المواد كذا ويمكن اصلاحه بكذا. اقول لحضرتك حاجه، الاسلوب الاصلاح بتاع القانون ده ما عندك ان انت تزودي عدد الكراسي. بص سيبك من اللي بيقولوا الاحزاب والكلام ده، ربنا يتولاهم، هم ما عندهمش معلومات ولا داتا ان كل دايره فيها كام مواطن والحاجات زي كده خالص، ولا واحد من ال 200 دول اللي هم جم الاجتماع الاولاني والثاني. انت عندك حلين، يا تزودي عدد الكراسي يا تغيري النظام الانتخابي. تغيير النظام الانتخابي ده مين المستفيد منه؟ الاخوان المسلمين، صح، عشان نبقى فاهمين. صح. هتحط لي قوائم نسبيه حتى لو ليه مليون مؤيد، هيجيبوا المليون دول عدد نواب، صح. انما لو انا دخلت جبت مثلا نزلت في دايره وهو في دايره وانا جبت فرق صوت طارت الاصوات بتاعته، صح. فاحنا عاوزين ناخد حرب عادله مع هذا التيار اللي هو بيستخدم الدين لغايه دلوقتي. طيب فاحنا ارمي حكايه تغيير النظام الانتخابي وتحويل القوائم النسبيه، يتبقى الفردي. ايه اللي يتعمل في الفردي؟ في الفردي احنا قلنا نزود عدد الكراسي، او اقتراح ساذج جدا ساعات بسمعه والله العظيم وبشفق على اللي بيقوله، اللي يقول لك كل دايره بنائب، نستنى بقى تقسيم اداري بعد سنتين ثلاثه، لان الدايره اللي فيها ثلاثه هنقسمها بحلول اداريه ونعمل لهم نقطه شرطه، يعني الجو ده في سنتين. فانت عاوز انتخابات ولا عاوزين انتخابات، يبقى هنزود عدد النواب. ايه لازمته الحوارات المجتمعيه والحوارات اللي مش عارف ايه، وهاتوا الشباب نتكلم. سامع ان في جلسه شباب يوم 3/6/5. طب اذا كانت جلسه الكبار حصل فيها ما حصل، يعني امال جلسه الشباب هتبقى شكلها ايه؟ لو موضوع تسالي خطر. يعني انا بقول للوزاره الحاليه انتوا يا جماعه لابد ان تدركوا ان الوقت بيداهمنا، اجهز. حتى بلاش البرلمان دلوقتي 60، الامن القومي يفرض ان هو بعد 20 سنه ايا كان، جهز ذاكر بدري، ما تقعدش ما تذاكرش وتقعد لي في الحوارات دي في سلاسل من المهازل ورا بعض، تيجي بعد كده مضطرين للانتخابات. لنفرض بعد رمضان اول السنه اختاري الميعاد اللي انت عاوزاه، يلا بقى نعمل. لا تصريحات رئيس مجلس الوزراء اللي هي قبل رمضان. انا كنت بهزر بقى لي سنتين، انا مش عاوزك تهزر سنتين، خلص واقفل وطلع القانون وراه بيقول انتخابات على 100 سنه. اصل دي امن قومي دلوقتي، الله اعلم سياده الرئيس هو الاعلى. هي الكوره في ايد، في ملعب مين؟ في ملعب الاحزاب السياسيه والقوى المجتمعيه، ولا في ملعب الحكومه المصريه؟ قرار وقت الانتخابات في ملعب الرئيس حسب مرام الامن القومي. تمام. قرار الاجراءات انها تبقى جاهزه ومحترمه والقانون طالع في ايد الوزاره.
دول معلش يعني ده جزء من التهريج اللي بيحصل ده من الوزاره. سياده الرئيس يعلم في ذهنه، وانا متاكد الميعاد الامثل للانتخابات واحنا موافقين عليه كويس. انتوا بقى يا جماعه مش تذاكروا بغض النظر، عارفه زي اللي بتقول الامتحان المفاجئ، هيجي امتحان مفاجئ في يوم من الايام. طب ما تذاكر من دلوقتي حضرتك، اقعدوا قعدات جاده، طلعوا قانون بجد. انما ان انا الاقي الشباب، طب ما بعد الشباب عاوزين نجيب الجامعات الاهليه، صح ولا لا؟ بعد كده تلاقيها جامعات المرأة، بعد كده عاوزين جامعات المعاقين. انت بتعمل دستور حضرتك، ده قانون شرع هذا القانون وطلعه. حلوله واحد بس يا فندم، يعني معلش يعني انا عاوز حتى السيد ابراهيم الهنيدي يجي لي هنا يقول لي حلو ازاي؟ مفيش غير حل ده، زياده عدد الكراسي مينيمم 27 وعلى رهان مع سياده الوزير لو طلعوا اقل من 27 كرسي. خلاص بقى امشوا لقدام، خلصوا. الوضع الداخلي انت طول ما انت رابك كوزاره مش قادر تدينا خطه، الناس بترتبك. تبقى في حصه الالعاب اللي بنتكلم عليها والفسحه دي محدش بيعمل اي حاجه. عندي دلوقتي مؤتمر اقتصادي، عاوز افعل الناس، عاوز احفز المواطن على العمل. انا مش عارف احفزه. اما اجيب المواطن، خلينا نتكلم، انا مواطن مصري جيت بقلب الله اشوف الانتخابات البرلمانيه دي حاجه مهمه قوي، فرجني عليها يا ابني على القناه كذا، فاتح خناقه. هل ده شيء جيد ان انا اخلي الناس تشتغل؟ يقول لك يا نهار اسود هم دول اللي هيعملوا المؤتمر الاقتصادي الجميل ده؟ يا عم انا قلقان، انا مش عاوز الناس تقلق، انا عاوز الناس تتحرك. إيه يا جماعه اقعدوا مع بعض، انا مش عايزين نقعدوا على حوارات مجتمعيه ولا حاجه، انتوا وزراء المسؤولين اقعدوا مع بعض، طلعوا قانون، طلعوا وقت ايا كان. شوفوا بقى انتم مع سياده الرئيس، هو يعلم التوقيت المناسب وانتوا طلعوا القانون المناسب. وخدونا لنقطه ثانيه، انا عاوز اخد الناس للعاصمه الجديده ازاي يشتغلوا فيها. مش عندنا احنا عدد حجم العمل كم اولاد في مصر هيتضرب في 8. لا عندنا اشياء كثيره مبهمه محتاجين لها حلول وقرارات. انا مش عاوز يجي في يوم واحنا في حصه الالعاب كده بكره الاقي امتحان القاهره الجديده العاصمه الجديده وجنوب مارينا، صح؟ الامتحانين دول لو احنا قعدنا نهزر كده كمجتمع هيجي في لحظه يبقى حجم الاعمال في مصر هيتضرب 10 مرات او 15 مره. تجيلك شركات اجنبيه تاخد منك المكاسب. مش احنا عاوزين نشغل السوق عندنا، صح ولا لا؟ يا جماعه هنستعد في هذا الملف. عاوزين نستعد في ملف حاجه تانية مهمه، بناشد ودلدل لساني في كل البرامج. اللي هو هيئه مكافحه الفساد اللي قلنا عليها في الدستور. ما دام ما عنديش مجالس محليه لظروف طارئه، نعمل الهيئه دي مش هفعلها، تبدا تراقب المفسدين، لان يعني المفسدين مش ان الدوله فاسده. ايوه ما هي ممكن الهيئه، ما هي ممكن هيئه مكافحه الفساد دي تتعمل، واعتقد انها بتتعمل دلوقتي وهناك اجراءات واختيارات لاعضائها. بس فكره طب ما هتتعمل، الناس دي هتشتغل ايه؟ ولا احنا هنقعد برضو نعمل اجتماعات مغلقه وقرارات لجان على ورق وكيفيه القضاء على الفساد وما عندناش تفعيل؟ الشغل بتاعهم. بص يقول لحضرتك حاجه، نصيحه بقى للدوله بمنتهى الامانه، يا جماعه بلاش نختار. يعني عندنا فرقه كوره احنا اللي عملناه الباك ليفت، الباك عملناه مهاجم والمهاجم عملناه غيرنا الادوار. في فرقه 2 3 واقفين بره، جربوا بقى، جيبوا الناس دي يمكن تعمل حاجه جديده. لكن اللعبه دي قفلت من نفسي خلاص، القماشه مش عارف تطلع غير كده. فنصيحه فكروا اكتر، يعني في توسع شويه في الافكار خارج الصندوق كاداره الدوله. بنتمنى. انا يعني وقتي خلص، انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور مروان، شرفتني. ميرسي على تحت الفرصه دي نتكلم. حضرتك شرفتني يا فندم النهارده في برنامجنا في الصميم. شكرا لحضرتك. مشاهدينا بتمنى ان زي ما بدات الحلقه يعني اللهم اصلح حال اعلامنا، اللهم اصلح حال الاعلاميين بتوعنا. بتمنى يا رب ان احنا في الفتره اللي جايه نهتم بمصر شويه، نهتم باللي بيحصل شويه، بلاش ان احنا كل واحد فينا ينساق وراء افكاره وراء معتقدات وراء احاديث لا ناقه لنا فيها ولا جمل. خلونا في الصميم، خلونا احنا هنشتغل ازاي، وخلونا هننفذ ازاي، وخلونا نبقى عندنا ضمير، وخلونا نراعي ربنا علشان ان شاء الله في الفتره اللي جايه يحصل تقدم. كفانا مهاترات. اللهم احفظ مصر.